من اسبوعين تقريبا عملت فيديو عن نبوية موسى فيرسز ياسمين عز، بس غلط وحطيت صورة سميرة موسى مكان نبوية موسى، ودي كانت الكومنتات. انا بقى جايه النهارده اقول لك الفرق بين نبوية موسى وسميرة موسى. نبوية موسى اتولدت في محافظة الشرقية، وعلى فكرة اتخرجت من مدرسة الثانية للبنات، ودي اللي بناها الخديوي اسماعيل عاشق الفيمينيزم. فانت بقى لو مش عارف الحكاية ممكن ترجع لفيديو الخديوي اسماعيل. وكانت اول واحدة تاخد الثانوية العامة في مصر، وده كان سبب شهرتها، وابتدت تكتب مقالات صحفية عن القضايا التعليمية. اكيد يعني امال هتكتب على ايه؟ وقضايا اجتماعية كمان، بس عشان هي ست حبوا يغلسوا عليها في شغلها وفصلوها، بس هي بقى كانت اذكى ورفعت عليهم قضية وكسبتها عادي، وكملت شغلها ولا كأن في حاجة حصلت يا شباب. وسنة 1937 صدر ليها أول عدد من مجلتها الأسبوعية الفتاة، وكان من أهم إنجازاتها إنها عملت مدارس بنات الأشراف لتعليم البنات في القاهرة وفي اسكندرية، اللي اتخرج منها مين؟ سميرة موسى، اللي كانت الأولى على الشهادة التوجيهية سنة 1935. ولما عرفت نبوية موسى إن سميرة موسى هتسيب المدرسة اللي هي فيها علشان تروح مدرسة تانية حكومية عشان فيها معمل، اشترت المعمل على طول، اللي هو احنا مش هنسيبك تخرجي بره مدرستك. ودخلت سميرة موسى كلية العلوم، مع ان مجموعها كان يجيب هندسة عادي، بس هي بقى اختارت الحاجة اللي بتحبها، فيا ريت انت كمان تعمل زيها. بقت الاولى على دفعتها ومعيده في الكليه، واخدت الماجستير وسافرت بعثه في بريطانيا عشان تدرس الاشعاع النووي، واخدت الدكتوراه وفضلت تعمل في ابحاث لحد ما سافرت لامريكا. بس ما انبهرتش بامريكا عادي، وشافت ان هو مكان ما فيهوش لا عادات ولا تقاليد، وكل حاجه فيه بتحصل بشكل هلهلي. وكان حلم سميرة موسى انها تعالج الناس من مرض السرطان بالذره، زي بالظبط كده ما بياخدوا الاسبرين. وفي سنة 1952 كانت في أمريكا بتعمل أبحاثها في معامل سان لويس. قالوا لها طب ما تكملي معانا هنا في أمريكا، قالت لهم لأ، بلدي أولى بيا. قالوا لها براحتك، بس ممكن تيجي معانا تزوري معامل نووية في ضواحي كاليفورنيا، عشان هي بقى بتحب المعامل أكتر حاجة في حياتها. وافقت، وهي في طريقها ظهرت عربية نقل فجأة، خبطت في عربيتها واتقلبت، وماتت سميرة موسى. وكان معاكم من أوديت عادي.